حسين الشحات أصبح جاهز من الناحية الطبية والبدنية بعد تعافيه الكامل من الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن اللاعب تخطى مرحلة التأهيل وشارك في التدريبات الجماعية للفريق بصورة طبيعية، واللاعب جاهز للمشاركة مع الأهلي في كأس الرابطة. أحمد عبد القادر ينتظر تقدير أفضل من النادي الأهلي خلال الأيام المقبلة بعدما تحفظ على العرض الأخير الذي قدمه له النادي الأهلي لتجديد عقده، قبل أن يناقش أي عرض من العروض المتوفرة أمامه، واللاعب يشعر بعدم وجود تمسك به من النادي. والنادي عرض على اللاعب 15 مليون جنيه بخلاف الإعلانات، واللاعب يطلب 30 مليون جنيه بالاعلانات. ترب المدير الفني للنادي الاهلي وصل القاهره استعدادا لقياده الفريق في كاس الرابطه، واجتماع اليوم مع الكابتن محمود الخطيب والكابتن سيد عبد الحفيظ لتحديد الصفقات وتحرك الاهلي بشكل رسمي لضم الصفقات. والاهلي يبدا استعداداته لمواجهه انبي في كاس الرابطه يوم الخميس المقبل. كريم فؤاد تعرض لكدمه خلال تدريب المنتخب بعد كره مشتركه مع حسام حسن، وكريم فؤاد يخرج من حسابات المنتخب بعد اصابته بجزع في الرباط الصليبي وجزع في الرباط الداخلي للركبه، واللاعب يحتاج من شهر ونصف الى شهرين للعوده للملاعب مرة أخرى. هانوفر الألماني طلب رسميا التعاقد مع بلال عطية ناشئ النادي الأهلي. الأهلي يحسم الموقف ويؤكد أن رحيل مروان عطية عن صفوف الفريق إلى أي نادي خليجي مستبعدة ومن رابع المستحيلات، واللاعب من التشكيلة الأساسية للنادي. وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي يؤكد أن فيما يخص حمزة عبد الكريم فالنادي الأهلي لم يتلقى أي مخاطبات رسمية من برشلونة، والنادي لن يقف عائق أمام احتراف أي لاعب، لكن بما يحفظ حقوق النادي. الفيفا يعلن من حق المنتخبات الإفريقية المشاركة في كأس الأمم الأفريقية ضم لاعبيها يوم 15 ديسمبر، وسيتم تقليص فترة تسريح الأندية للاعبيها إلى 7 أيام قبل البطولة لتكون القائمة 23 لاعب فقط. وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي يؤكد أن مستقبل أحمد رمضان بيكهام مدافع الفريق سيتم حسمه بشكل نهائي بناء على رؤية المدير الفني للنادي الأهلي يسترب بثواب الاستمرار أو الرحيل. وبكده تكون انتهت أخبارنا، وما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا خير لمسلم يتجاهل الصلاة على الحبيب المصطفى، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.